أطفالنا للكلام ده، ليه نخلي ولادنا يعني يعاملونا وحش؟ ليه نخلي سمعتنا تتشوه؟ يعني ليه نخلي الناس تاخد علينا سكرينات؟ ليه نخلي الناس تاخد علينا تليفونات؟ ليه نصور نفسنا بصور مخلة؟ عشان ايه يعني؟ مادام يعني انتي واحدة معاكي فلوس مستورة، جوزك راضيكي ومهنيكي يعني كده يعني. فالمهم صاحبتي بتقول لي ايه، انت شفتيش البوكس اللي ماشي ده؟ بقول له لا مش واخده بالي. قال لي قدامك اهو بصي. المهم يعني قلت له اه ماله يعني؟ فبقول لي فلانه راحه بالبوكس عند يعني ان هي عامله تمكين من شقه جوزها وبتاخدها، يعني هي فلانه دي عملت عمل وحش فعاد عليها وعلى عيالها وان جوزها طردها، وان هي يعني كانت بتكلم واحد مش معاها على جوزها واخد عليها سكرينات واخد تليفونات، رفع عليها قضيه وهي ببجاحه راح ترفع عليه قضيه تمكين وتاخد منه شقته. فابنها اللي هو ابنها يعني شتمها وقال لها لفظ وحش يعني، فهي ردت على ابنها اللي هو منها وردت عليه رد وحش. جماعة احنا اللي بنوصل عيالنا الحاجات دي، احنا اللي بنخلي الحق يموت من قلوب عيالنا بالافعال اللي احنا بنعملها قدامهم. يعني الاخلاق والدين حاجة واحدة يعني، فيعني معلش يعني كل واحدة هي اللي بتخلي نفسها حلوة. وهو فعلا البجح اللي ماشي ورافع راسه وبيتهم غيره وبيشوه سمعة غيره، والبجح يعني تبقى واخد سكرينات لحد، تبقى معاك يبقى جوزها واخد لها سكرينات، يبقى معاها صور، يبقى معاها حاجات وراحة بجحة ويعني بتسوق سمعته، أو هي أو غيرها يعني. عموما أي حد يعني بيعمل كده فده حرام، هو في الدين حرام، وحرام إن احنا نقف جنب حد عمل كده لأنه في الدين حرام، حرام إن احنا نسنده. هو القانون ادالها تمكين وهما أكيد ما يعرفوش، هو لسه في قضية شغالة.